السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهاردة هنعمل مع بعض الكشري الاسكندراني والمسقعة. اول حاجة هبدأ بالمسقعة. معايا طبعا بطاطس وبتنجان رومي وفلفل متقطعين التقطيع اللي انتوا تحبوها. انا طبعا غسلة البتنجان، بقطعه الاول شرايح وبعدين بغسله وبرش عليه ملح وبسيبه في مصفى يتصفى على جنب، وبعدين بقطع البطاطس، ممكن تقطعيها شرايح او صوابع زي ما انتي حابه. والفلفل الرومي انا سايباه بحاله، بس بشيل العنقود بتاعه وبنضفه وبسيبه بحاله، يا اما بقطعه نصين كده بالطول زي ما انتوا شايفين. تمام، علشان لو قطعتيه اصغر من كده يعني مش هيبقى باين بصراحه في المسقعه خالص. ولو حابين ممكن تضيفوا كمان فلفل حراق زي ما انتوا حابين. دلوقتي بقى هجهز الصلصة قبل ما ابتدي اقلي. هجيب طبعا الطماطم واغسلها وبعدين هضربها في الخلاط عادي جدا، وممكن تحطوا معاها معلقة بابريكا بيعزز اللون الاحمر بتاع الطماطم. بعدين بقى هقلي البتنجان والبطاطس. الاول بقلي البطاطس وبعدين بقلي البتنجان والفلفل علشان الزيت معايا ما يسودش. وبعد ما بخلص الكمية كلها انا كده خلاص بقى عصرت الطماطم. هاجي بقى معايا العصير الطماطم ومعايا هريسة فلفل. هريسة الفلفل دي كانت حراقة علشان كده انا ما ضفتش فلفل حراق. ومعايا معلقتين توم مفروم. هجيب بقى الصينية اللي هعمل فيها المسقعة على طول، وهحط شوية زيت كده صغيرين، ما تكترش في الزيت لان طبعا احنا قالين كل حاجة. لو حابين تعملوها ني في ني برضو هتطلع معاكم جميلة. وابتدي بقى انزل بالثوم واقلب فيه كده لحد ما ياخد لون، بس لون بسيط يعني. وبعدين هنزل عليه على طول بهريسة الفلفل وهقلبهم كده شوية برضو مع بعض، مش كتير. على فكرة ممكن تستخدموا معلقتين من الزيت اللي انتوا قليتوا فيه، بس لو كان طبعا نظيف يعني. وبعدين هنزل عليهم بقى بعصير الطماطم واسيبهم شوية يتسبكوا كله كده من فوق على عين البوتاجاز. انا مش بحط المسقعة في الفرن خالص، سيبها بقى كده تتقل شوية وبعدين هحط لها ملح وهحط لها كمون وهحط لها شوية سكر صغيرين جدا بس علشان الحموضة، وشوية فلفل اسود، مش هحط لها اكتر من كده. ممكن بقى تحطي يعني معلقتين 3 صغيرين من الكمون. كده كده المسقعة بتحب الكمون وبيديها طعم حلو جدا. وزي ما قلتلكوا اهو شوية سكر صغيرين قوي بس كده. ولما بقى تبتدي تتقل معايا والزيت بتاعها يطلع على الوش زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بقى بالبتنجان يعني كده بشكل عشوائي. هحط البتنجان وبعدين هحط البطاطس وهحط الفلفل وبس كده. هسيبهم بقى يعني هنزلهم كده بالمعلقة في الصلصة وهسيبهم بالظبط دقيقتين 3 وهتكون المسقعة جاهزة معايا. بس هي ما بتحتاجش اكتر من كده، طريقتها سهلة وسريعة جدا. وده كده شكلها بعد ما خلصنا. هعمل بقى دلوقتي معاكم الكشري الاسكندراني. هجيب حلة واحط فيها شوية زيت وبعدين احط برضو معلقة كبيرة كده توم مفروم وهقلبها لحد اما يحمر لونها، وهنزل عليها بالصلصة. انا هنا الصلصة بقى كنت مفرزاها، مش انا يعني مش لسه عاملاها، لا. هسيبها بقى كده، وطبعا كل المية دي هي نزلت بسبب ان الطماطم كانت تلجاية فنزلت مية كتير. هسيبها بقى كده تتسبك مع نفسها وبعدين هعمل بقى الكشري. حطيت شوية زيت وحطيت عليها شوية لسان عصفور وهقلبهم كده مع بعض لحد ما يحمروا. ممكن بدل لسان عصفور برضو نحط المكرونة الصغيرة جدا دي ونحمرها، وممكن تستغني عنهم خالص ويبقى الرز بالعدس بس. ودي الصلصة اهو معايا خلاص فكت. هحط عليها بقى بابريكا وملح وكمون وشوية صغيرين من السكر كده. بعد ما اللسان عصفور معايا اتحمر هبتدي بقى اشيله في طبق جنبي وانزل بالزيت اللي هو في الحلة ده، انزل عليه بالبصل. دي بصلاية متوسطة كده مقطعها مكعبات. هقلبها شوية من غير يعني لحد ما تدبل، بس مش لازم لونها يتغير. هنزل عليها بقى باللسان عصفور وهقلبهم كده شوية مع بعض، وبعدين هنزل عليهم بالرز والعدس. الرز ده كوبايتين رز وعليهم كوباية عدس، الاتنين في طبق واحد كده في مصفى واحدة، بغسلهم سوا وانزل بيهم على البصل على طول. وبعدين هحط عليهم ملح وكمون وكركم وشوية فلفل اسود صغيرين جدا،
واقلبهم كده شوية مع بعض، وبعدين بقى اقوم نازلة عليهم على طول بالمية. مهم جدا، انا يعني بحب احط الكركم عشان انا بحب لونه يكون اصفر، مش حابين تضيفوه عادي. وكده خلاص بقى الصلصة جهزت معايا، هطفي عليها. هسلق بقى معاه بيض، آه وبعدين هنبقى نعمله سوا مدحرج في اخر الفيديو. كده خلاص بقى بعد ما حطيت المية يعني ما تغطيهوش قوي علشان ما يبقاش معجن، لا يا دوبك تبقى اعلى منه بسنة صغيرة. انا هنا حسيت ان هو محتاج شوية مية فضفت له شوية. بصوا بقى مفلفل وحلو جدا ازاي. وكده خلاص هو خلص معايا. هو لونه في الحقيقة كان لونه مصفر اكتر من كده، بس الفلاش كان يعني مفتح اللون شوية. هاجي هنا بقى في طاسة تيفال كده واحط عليها معلقتين زبدة وشوية زيت معاه صغيرين علشان الزبدة ما تتحرقش، وبعدين هنزل بقى بالبيض المسلوق وادحرجه كده. طبعا الكشري الاسكندراني بيبقى معاه بيض مسلوق، دايما لازم بتعمل معاه بيض، بيبقى حلو قوي معاه. خدي بالك وانتي بتحمري البيض تحطي كمية زيت او سمنة، يعني على حسب ما انتي بتعملي، بس الكمية تكون كبيرة شوية علشان البيض ما يلزقش معاكي. وكده اهو خلاص الكشري خلص، والصلصة والبيض من فوقيه، وكمان خلصت المسقعة وهسيب لكم صورتها. وبكده اكون خلصت وصفات النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.